لكل اللي بيحب الشيخ صابر المداح، صابر المداح راجع لكم تاني السنة الجاية. المنتج صادق الصباح أعلن في برنامج تفاعلكم إن هيكون في جزء سادس من مسلسل المداح، وهيكون اسمه أسطورة النهاية. يعني ده آخر جزء، خلاص أكيد إن هو ده هيكون آخر جزء لأسطورة المداح. طبعا كلنا فاكرين ساعة تقديم الجزء الخامس كان صادق الصباح قال ان ده الجزء الاخير، لكن هو قال ان بعد عرض اول 10 حلقات من الجزء الخامس لان في تفاعل كبير قوي وعدد مشاهدات كبيرة جدا، والناس بدأت تطالب ان لا، لازم يكون في جزء سادس. وقال ان هو ما كانش في نيته ان هو يقدم جزء سادس عشان كان مدي مساحة بقى للفنانين وابطال المسلسل ان هما بقى يشوفوا حياتهم شوية ويشوفوا لو عندهم مشاريع تانية يقدروا يقدموها. لكن لما لقى الطلب كبير قوي كده على المسلسل قال خلاص يلا نعمل جزء اخير وهو ده يبقى النهاية. وقال ان هو ما عندوش اي مشكلة لان المسلسل قماشته واسعة ويقدر يستحمل ان هو يتقدم له قصص مختلفة وما يبقاش فيه اي تكرار، وده فعلا اللي حصل ما بين الجزء الاول والتاني والتالت والرابع والخامس. محسناش ان في حاجة متشابهة او كده، لا بالعكس، كان كل جزء بيحمل قصة مختلفة. تحت طبعا بتندرج تحت حتة السحر والشعوذة. طبعا في الجزء الرابع في اخره خالص كان مفروض ان صابر المداح مات، فقلنا خلاص كده انتهينا. لان الجزء الخامس صابر المداح طلع عايش، وان هو كان في غيبوبة. لقينا بابا اللي هو الشيخ سلام، هو مفروض كان مات من الجزء الاول، بس احنا صحيناه تاني. طيب مين هم بقى ابطال الجزء السادس؟ هو اكيد 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 الابطال اولهم صابر المداح حمادة هلال. لكن لو اخدنا بالنا ان في اخر الجزء الخامس لقينا ست الحسنى اللي هي غادة عادل قدرت تهرب من صابر وما قدرش يخلص عليها، وكمان الاحمر اللي هو خالد الصاوي قدر يهرب من صابر وما قدرش يخلص عليه. وبالتالي يبقى هما الاتنين دول اكيد اكيد هيظهروا لنا في الجزء السادس. لكن ايه هي القصة بقى اللي هما ممكن يقدموها؟ ده اللي هنعرفه خلال الفترة الجاية، اول لما تبدأ بقى معالم التصوير ومعالم الكتابة اللي هتتم او كده هتبان في الفترة الجاية. صادق الصباح بقى اكد ان هو خلاص ده اخر جزء فعلا، بدليل ان هو بدأوا يجهزوا مشروع جديد هيتعرض في 2027 مع حمادة هلال، وبدأوا هما دلوقتي في فترة التحضيرات لحد ما يخلصوا الجزء السادس من المداح وبعدين يشوفوا مشروعهم الجديد. انتوا بقى قولولي في الكومنتس، انتوا ايه رأيكم اصلا في فكرة ان يبقى مسلسل بيتقدم منه اكتر من جزء، اول وتاني وتالت ورابع وخامس وادي السادس؟ فانتوا قولولي ايه رأيكم، انتوا مع ولا ضد ده؟ ومع لو مثلا المسلسل يستحمل كده ولا لا؟ زي مثلا عندنا مسلسل كامل العدد اتقدم منه 3 اجزاء واحنا مستنيين ان يتقدم جزء جديد، فهل انتوا مع ده ولا لا؟